اتفاجئت ازاي ما حدش بلغني. مفيش حاجه تمنع ان الولاد يبقوا احلى حاجه في الدنيا، بس تبقى الامومه مرهقه برضو. لو هدي نصيحه واحده للامهات، انا مش ممكن اعمل اللي انت بتعمليه مثلا، واتحشرت هناك بقى مش عارفه اخرج من الامومه. الحاجه دي عجبتك يعني قوي، ابداي النهارده. فالبيت عندي نزل اصلا تحت خالص 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 في الاولويات. انا كنت في حاله وحشه قوي وقتها، وانا دلوقتي في حاله كويسه قوي. هيسهل حياتهم جدا، هيقلل احساسهم بالذنب، وهيخليهم متصالحين مع الفوضى. بيصرخوا صريخ اصلا يجيب انهيار عصبي لاي واحده. يا لهوي انا بوظت الواد. ايه الحاجه برضو اللي خلتني واخداها ببساطه؟ حاجه الامهات كلها بتعاني منها، واكيد انت بتعاني منها اضعاف الامهات. يعني ايه ما تقوليش لحد، طبعا تقولي لحد وتدي امل لحد بالزبط. تاني. انا مثلا بحس ان انا مستمتعه وانا بسمع كتاب او بودكاست، اسمع معلومه تنور لمبه. ولازم الامهات تامبريس their imperfections. طول ما في فساد احنا لازم نجيب ناس كويسه. بطلوا تقولوا تربيه ايجابيه وتربيه حديثه وتربيه قديمه، ربوا بوعي. احنا مجتمع بيترعب من الحسد وبيعشق الفشخره في نفس يوم. فانت تقريبا الوحيده اللي ردت عليا رد منطقي.